غالبا بتكون الحيوانات شجاعة جدا أما بيتعلق الأمر بحماية نفسها، لكن هنا بعض الحيوانات على مستوى مختلف تماما، إنهم على استعداد لتعريض حياتهم للخطر من أجل الإنسان، وبيقوموا بحاجات شجاعة مش هتتخيلها، لدرجة إنك هتشعر بالصدمة تماما من المشاهد. شوف الفيديو للنهاية وإحنا على يقين من إنك هتندهش. معاكم محمد النشار من قناتي خربشات. وأجمل بداية ذكر نبي الهداية محمد صلى الله عليه وسلم. وانت ماشي في أمان الله يطلع لك حرامية، ويجي الكلب الشجاع ده اللي لا تعرفه ولا يعرفك ينقذك بدون سابق معرفة. فعلا صدفة خير من 1000 ميعاد. بعيدا عن شجاعة الكلب وصاحبه، ايه كمية الذئاب دي كلها؟ انا لو مكانه هيغمى عليا. اي نعم هو شكله بيلعب بس يشكر والله. الكلب ده مدرب على الانقاذ، ففكر ان الطفل بيغرق وصمم انه يخرجه. الوفاء مش في الكلاب وبس، حتى البقر بيخاف على صاحبه ومستعد يقطع اي حد بيحاول يأذيه. الراجل ده واحد حدفه في حمام السباحة قدام الكلب بتاعه، يسيبوا الكلب ويقعد يتفرج؟ لا، نزل ونط وراه عشان ينقذه. مش شرط الحيوان ينقذك من شر قابلته، ده ممكن يكون دعم ليك في أوقات عملك ويساعدك في العمل ده. تبقى قاعد مستجم في الجنينة بتاع بيتك ويدخل عليك تعبان بدون إحم ولا دستور، والكلب الوفي هو اللي ينبهك عشان يبعدك عن الأذى. يبقى ابنك بيلعب قريب منك ويهجم عليه وحش كاسر زي ده، ما اعتقدش ان امه او ابوه كانوا هيقدروا يحموه زي الكلب بتاعه، وده اللي حصل فعلا. البقرة كانت بتهجم على الطفل، بس الكلب خلاها تغير رأيها تماما. السلحفة أو الترسة دي لو قعدت سنة تلف حوالين نفسها كانت عمرها ما هتعرف تتعدل، لكن صدق من قال يد الله مع الجماعة. الشيدة دي هجمت على الكلب وبكل شجاعة واجهها عشان ترجع عن دخولها المنطقة السكنية. الحيوانات ساعات تحس انها ابطال، لاننا احنا البشر ما نقدرش نعمل اللي هم بيعملوه. زي الحوت الابيض ده، مين كان يتخيل انه هيرجع الموبايل لصاحبته من عمق البحر؟ القطة مصممة انها تحمي الطفل من البلكونة، وكررت ده اكتر من مرة، وبتأكد انها موجودة ومفيش حد هيقدر يأذي الطفل. البطل المرة دي حيوان كلنا بنحبه، وبالأخص الفيل الصغير اللي اعتقد ان الشاب بيغرق وصمم انه ينقذه ويوصله بر الأمان. وفاء الحيوانات مش للبشر وبس. خناقة الكلبين برغم اختلاف حجمهم مش مهم، الأهم القطة الشجاعة اللي ما قبلتش ان صديقها الكلب الصغير يتهان من كلب ضخم، وما فرقش معاها الحجم وهجمت بكل شجاعة. الراجل نازل من على الاسكوتر في امان وبنته معاه، هجم تعبان الكبرى عليهم.
لكن كلاب الشوارع أنقذتهم وقامت بالواجب. الموقف ده نتعلم منه حاجتين: شجاعة الوزة الجميلة لأنها أكيد مش بتهاجم البشر وخلاص، أكيد بتدافع عن نفسها، ووفاء الكلب اللي متعودين عليه ورحمته بالوزة اللي مش عاوز يقسى عليه. الكلب راقب الطفل لحد ما هجم عليه، وكان ممكن يأذيه أكتر من كده، لولا شجاعة القطة اللي هجمت زي الوحش من غير ما تخاف من الكلب. الراجل خارج هو وكلبه الصغير، هجم عليهم الوحش ده اللي ياريت لو تعرفوا اسمه تكتبولي في التعليقات، والكلب الصغير هو اللي قام بالواجب وخلاه يرجع. الطفلة بتمثل إنها بتغرق، شكلها بتدرب وتعلم الكلب، وفضل يحاول إنقاذها، وفي النهاية أنقذها فعلا. بس من رأيي الموضوع محتاج تدريب على السرعة أكتر من كده. لو أنت في حديقة جميلة زي كده لازم تخلي بالك من خاطف الأطفال، وأفضل حل تحمي بيه أطفالك كلب شجاع زي ده. الغريب في الموضوع إن الكلب فاهم يعني إيه إشارة مرور، ومستعد يواجه السيارات لحماية الأطفال عشان يعدوا الشارع بأمان. في حلبة مصارعة حقيقية عالمية صاحب الكلب بيخوض مباراة، واعتقد الكلب إن صاحبه بينضرب، وبدون تفكير نزل وبيحاول ينقذه. الفهد هجم على منطقة سكنية وقابله كلب واشتبكوا مع بعض، وقدر الكلب إنه يجبره يهرب عن المنطقة. الأسد الجبلي هجم على بيت، وكلاب الحراسة ما سابوهوش في حاله، وفضلوا يهجموا عليه لغاية ما هرب، وحموا أصحابهم من هجوم محتمل عليهم. بيت جميل والأطفال بيستمتعوا بيومهم، هجم دب عليهم، والمفاجأة إن الكلب خاف، والقطة هي اللي هجمت على الدب وطردته. وطبعا الأطفال بتضحك ومنبهرة بشجاعة القطة. وفي النهاية لازم يكون في حالة عشق تسخن الجو شوية ما بين الكلب الجليدي والدب الجليدي. وبكده انتهى الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي جاية، ولو عندكم اي اسئلة او ملاحظات اكتبوا لنا في التعليقات. شكرا على وقتكم، وان شاء الله نشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. سلام عليكم.